السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله يلقاكم في أتم الصحة والسلامة يا رب. وصفتنا لنهار اليوم هي طريقة تحضير تحلية رائعة بمكونات بسيطة. نستعمل خليط واحد للحصول على نكهتين. بلا ما نطول عليكم نروح للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله. عندي 1 لتر حليب، عندي كاس سكر، عندي 2 بوايط دانون طبيعي، عندي بواط دانون ذوق الكراميل، 3 مغارف كبار نشا بومبي، وعندي بواطة تاع 100 غرام شوكولا نواغ منى. في كاسرونة نحط السكر تاعي ونديه على النار باه يذوب ويتكرمل. بالمقابل نجيب غيسيبيون نحط فيه النشا تاعنا، نزيد عليها الحليب بالتدريج ونخلط مليح مليح باه تذوب لنا هذيك النشا في الحليب ونخليها بجهة. نروحوا للسكر تاعنا اللي كنا حاطينه على النار. كمرحلة أولى نحطه على نار متوسطة. كي نشوف الجوانب تاعو بداو يذوبوا نقص النار ونخليه يذوب. اللي يخاف السكر تاعو يتحرق يزيد مغرف كبيرة تاع الماء ولا 2 مغارف كبار ويخليه يذوب. كيما راكم تشوفوا هنا بدا السكر تاعي يذوب. درك نقدر نستعملوا المغرف تاعنا نخلطوا بها ونخليوها حتى يذوب تماما تختفي هذيك الحبيبات تاع السكر. في المرحلة هذه اللي يذوب لنا فيه السكر هكذا نزيدو دانون هذاك تاعنا الطبيعي. في المرحلة هذه انايا نطفي النار ونزيد دانون طبيعي ونخلط مليح مليح كيما راكم تشوفوا. هذاك الكراميل تاعنا يزيد يعاود يجمد وييبس. ما تخافوش درك يزيد يرجع يذوب. كي نزيدو نعاودو نحطو الكاسرونة تاعنا على النار. والله صدقوني تحلية رائعة وبسيطة وما تشدش الوقت بزاف، مناسبة لشهر رمضان إن شاء الله. هنايا دابن هذاك الكراميل تاعنا. في المرحلة هذه درك نزيدو هذاك الحليب تاعنا اللي كنا خلطناه مع النشا من قبل. ما تنساوش تعاودوا تزيدوا تخلطوه على خاطر النشا تاعنا هذيك تهبط لتحت في الصحن. نخلط مليح مليح ما نحبسش حتى يعقد لنا الخليط. هاد الطريقة الكل يعرفها. كي يبدا يعقد الخليط تاعنا ويدير لنا هذوك الفقاعات نحيو الكاسرونة تاعنا من النار. كيما راكم تشوفوا في المرحلة هذه يبدا يدير الفقاعات نحي الكاسرونة تاعنا من النار. ننزلو الكاسرونة تاعنا. نقسم هذاك الخليط تاعنا لقسمين. القسم الأول نزيدلو هذاك البواط تاع دانون ذوق الكراميل. وهاد الخطوة اختيارية تقدري ما تزيديش. أنا باه نعزز النكهة وخلاص. نخلط مليح هذاك دانون كراميل مع الخليط باه تجانس لي المكونات. والخليط تاعنا سخون يذوب ليه ما يطولش. نزيد نرجع للخليط تاني
نزيدلو هاديك الشوكولا نواغ اللي ذكرنا في المقادير، وبما إنه الخليط سخون راح تذوب لي تاني ما تطوليش، كيما راكم تشوفوا. نجيب كؤوس التقديم تاعي، نعمّرهم ندير طبقات بالتناوب، مرّة طبقة تاع الكراميل ومرّة طبقة تاع الشوكولا، تقدروا ديروا 2 طبقات، تقدر ديروا 3، تقدروا 4، كل واحد واش يحب، والتزيين تاني اختياري. أنا زينتهم بحبيبات تاع الشوكولا و وهادوك لي سيجار تاع الكفرات، تقدري تخليوهم هكداك سامبل بلا ما تزينيهم. هذه هي وصفتنا يا نهار اليوم، ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.